هنا في ألمانيا يوم الأحد المحلات كلها بتقفل بلا استثناء، بلا استثناء. سوبر ماركت، صيدلية، محلات اللي هي باستيتشيرية اللي هي محلات الخبز والحاجات دي يمكن بتفتح لحد وقت بدري شوية، لحد الساعة 1 تقريبا أو 12 الظهر، بعد كده بتقفل. الصيدليات قافلة يوم الأحد، السوبر ماركت قافل يوم الأحد. فلو حد هنا تعب أو أي حاجة في وقت الصيدلية في قافلة. على فكرة يوم السبت كمان بتقفل بدري، يعني يوم السبت بيقفلوا الساعة 1 الظهر. فلو أي حد حصل له أي مشكلة ومحتاج علاج أو محتاج أي حاجة، في حاجة اسمها نوتفال أبوتيكا اللي هي صيدليات طوارئ. دي بتكون موجودة غالبا في محطات القطارات، في الأماكن اللي هي العامة الكبيرة. فبيبقى ليها زي لستة، بتحاول تدخل بقى اونلاين تشوف فين اقرب صيدلية نوتفال او طوارئ قريبة منك وتروح تشتري منها الحاجة. لكن غير كده لازم تستنى بقى لحد يوم الاثنين تشتري الحاجة اللي انت عايزها. ودي كانت حاجة غريبة جدا، لان في مصر